صباح الخير يا جماعه. شايفين انا طالعه لكم هاديه ازاي النهارده؟ هاديه جدا، ولا طالعه متعصبه ولا متنرفزه ولا انجري ولا اي حاجه. انا بس طالعه طبيعيه جدا. بس انتوا عارفين طبعا ما بطلعش لو انا عصبيه او انا في حاجه محرقه دمي يعني. فانا في حاجه بصراحه، في اتنين في النت، في اتنين في على الفيسبوك تعبيني نفسيا قوي. كل ما اخش على النت الاقيهم في وشي، خصوصا الايام دي يعني. اول واحده بنت منال سلامه، بنت قريبه اديب طبعا، بما انها قريبه اديب فدمها تقيل anyway. فهي بس انا عايزه اقول لها بس ان هي يعني بجد والله انا عندي بنت، وعمر ما فيش وقت، مفيش مره في حياتي قابلت بنت وقلت ما بحبهاش، لاني بعتبرهم كلهم بناتي الا بنت منال سلامه. مش نازله لي من زور، لا دم خفيف ولا شكل ولا خفه ولا تمثيل ولا غنى ولا ما فيهاش اي ميزات خالص. بس طبعا بما ان التعريض في مصر واخد الماجستير والدكتوراه كمان، فكل المعرضين طبعا بيطلعوا يقولوا عليها ده حتى بيقولوا عليها مدينا لقب ملكة جمال الساحل الشمالي. دي بقى الضحكه بجد، دي بجد نكته بس نكته سخيفه، نكته سخيفه قوي. فهي يا ريت يعني اوكي بتمثلي وبتغني وبترقصي وبترخمي وبتعملي فيديوهات تيك توك انت ومامتك وعيشوا حياتكم، محدش قال لكم ما تعملوش كده يعني، مع انكم مش ناقصين يعني، لو عشتوا عمركم كله ما تعملوش حاجه يعني. بس ما تعرضوش كمان بقى يعني بتعملي ده كله، وقلنا اوكي بلاش تعريض بقى، عشان احنا بجد يعني دمنا دم ولحم، جسمنا دم ولحم يعني، ما بنستحملش بجد والله. فارحمينا يا النبي، ارحمينا. خدي اجازه من النت ومن التمثيل والحاجات دي. روحي اي بلد اوروبيه عيش فيها شهر او شهرين، خدي اجازه، خدي راحه، ريحينا بليز، ريحينا. تاني واحده بقى، حول الله يا ربي، تاني واحده وهي مدام بشرى بقى. الناس مش فاكراه، والسوشيال ميديا مش فاكراه، وطبعا والشعب المصري بينسى كتير، بينسى بسرعه. ان هي نفس القصه قالتها المره اللي فاتت على عريسها الاولاني، نفس القصه بلا اختلاف. كانوا اصحاب وهم صغيرين في مدرسه ومتربيين مع بعض وكانوا بيحبوا بعض انا مش فاهمه هي طالعه بشخصيتين ولا انا مش فاهمه، او هي حاسه ان هي بتمثل تمثيليه برضه طالعه بشخصيتين فيها ولا مش. انا حد يفهمني يعني نفس القصه. خلاص انت اتجوزتي واتطلقتي والموضوع انتهى، واتجوزتي واحد تاني واتطلقتي، عيشي حياتك، مالكيش دعوه ما تحطوش في وشنا يعني. احنا مش عايزين نعرف. وبعدين بقى القنوات بقى معرضين بقى يا ربي. اول واحده طلعتها معرفش اسمها ايه اللي طلعتها دي، عشان تسالها مش عارفه قابلتيه فين، هتقول لك قالت لك نفس القصه على فكره يعني. ما كنتش تقوليها، كنت شغاله الفيديوهات القديمه اللي على اليوتيوب وانت هتعرفي قابلته ازاي. ما هي نفس القصه بالظبط. قابلته وهي صغيره وكانوا مع بعض في مدرسه وكانوا جيران وكانوا اصحاب، وبابا كان صاحب بابا يعني. نفس القصه لو والله العظيم لو ناسيين اطلعوا على النت وشوفوا على اليوتيوب، نفس القصه بالظبط. انا مش فاهمه الناس نسيت. وبعدين دي طلعتها في النت تسالها على العريس المفاجئ، وبعدين تسالها قابلتيه ازاي، وهو يعني بقى قريب مش عارفه محمود حميده نفس الاسئله والله العظيم هتلاقوها مع اميره بدر، وبعدين نفس الاسئله هتلاقوها مع اسماء ابراهيم، وبعدين هتلاقوها نفس الاسئله مع ياسمين عز، وبعدين نفس الاسئله مع بسمه وهبه، وبعدين هتلاقوها بصوا هتتحول خلاص. هي بقى دلوقتي الترند بتاعنا، وهي واحده ملهاش لازمه في الحياه اصلا يعني. انا مش شايفه هي عملت ايه في حتى في التمثيل يعني. عمرها ما طلعت بطله مثلا يعني، واحده ممثله مش خاصيه يعني. فبليز يعني ارحمونا والله العظيم، احنا خلاص تعبنا. وانا مش عايزه اعمل فيديوهات تانية بصراحه، بس انتوا بتضطروني اطلع اعمل فيديو عشان انا خلاص بجيب اخري مع الناس دي. فحد يسمعني بس، اسمعوني، ارحموني. وشكرا لكم، وان شاء الله اعمل لكم فيديو كمان سنه ولا حاجه.